في قلب مصر الجديدة في شارع كبير والناس ماشية رايحة جاية، هتلاقي قصر واقف كده لوحده شكله غريب. تحس إنه طالع من فيلم رعب. اسمه قصر البارون. البارون إمبان راجل بلجيكي جه مصر أول مرة سنة 1904. وقع في حبها لدرجة إنه قال أنا قلبي هيدفن هنا. قرر يبني قصر، بس مش أي قصر. قصر ما يتبنيش غير مرة واحدة بس في العمر. شكله غريب، معمول على الطراز الهندوسي، مليان تماثيل وتنانين وشرفات بتلف حوالين نفسها. بس اللي الناس ما تعرفوش إنه من أول ما القصر اتبنى بدأت الحكايات الغريبة. أخت البارون كانوا بيقولوا إنها وقعت من الشباك في الدور التاني. ناس قالت انتحرت وناس قالت اتدفنت. والغريب بجد إن القصر من ساعتها وهو بيلف حوالين نفسه. من يومها والناس بتسمع صريخ بيطلع من القصر بالليل. بيقولوا صوت واحدة بتعيط وبتنادي. وفي شباب دخلوا يتصوروا جوه وخرجوا. بس من ساعة ما خرجوا مش هما. واحد فقد النطق والتاني بقى يكلم نفسه في سرداب تحت القصر، بيقولوا إنه بيودي لحد كنيسة البزاليك اللي البارون مدفون فيها. وفي إشاعة إنه قلبه مدفون هناك فعلا. والناس قالت إن البارون كان بيعمل جلسات تحضير أرواح وإنه عمره ما كان بينام أكتر من ساعتين. القصر اتقفل من سنين طويلة وترمم وفتحوه للناس. بس رغم كده مفيش حد بيقدر يقعد فيه بالليل. قصر البارون مش مجرد قصر، ده لغز كبير. وكل حد يقرب منه بيسيب وراه حكاية جديدة. وانت لو عديت من جنبه حاول تبصله كويس، يمكن تلمح حاجة، أو يمكن هو اللي يلمحك.